حصلت المساجد منذ القدم على عناية خاصة، وتم تحديثها وتجديدها لتكون أكبر وأكثر اتساعا بمرور الوقت. ومع تزايد نمو أعداد المسلمين تزايدت الحاجة إلى مساجد أكبر. مرحبا بكم متابعين في قناة كاليفورنيوم. في هذا الفيديو سنلقي نظرة على أكبر 10 مساجد في العالم العربي، ولكن قبل أن نفعل ذلك لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، فهي أفضل طريقة لدعم القناة ولتشجيعنا على تقديم المزيد إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. ولنبدأ بالمركز العاشر، المسجد الكبير في الكويت بمساحة 25,000 متر مربع وطاقة استيعاب 11,000 مصلي. مسجد الدولة الكبير هو مسجد يقع في مدينة الكويت قرب الشاطئ الخليج العربي، افتتح عام 1986 بناء على توجيهات من الشيخ جابر الأحمد الصباح. بدأ العمل في بنائه عام 1979 واكتمل عام 1986، وبلغت كلفة إنجازه 14 مليون دينار كويتي، وساهم في بنائها 50 مهندسا و450 عاملا. صمم المسجد المهندس المعماري محمد صالح مكية، واختار تصميمه على الطراز الأندلسي الفاخر، وتبلغ مساحة المسجد 45,000 متر مربع، منها 25,000 متر مربع مبنية و20,000 متر مربع مكشوفة تشكل حدائق وممرات المسجد الخارجية. تاسعا، جامع الشيخ زايد الإمارات العربية المتحدة بمساحة 41,000 متر مربع وطاقة استيعاب 40,000 مصلي. جامع الشيخ زايد بن سلطان النهيان صرح إسلامي بارز في دولة الإمارات. يقع المسجد في مدينة أبو ظبي، ويعرف محليا بمسجد الشيخ زايد أو المسجد الكبير، أو أيضا مسجد الشيخ زايد الكبير، ويعد تاسع أكبر مسجد في العالم العربي من حيث المساحة الكلية بمساحة تبلغ 41,222 مترا مربعا بدون البحيرة العاكسة حوله، وأحد أكبر 10 مساجد في العالم من حيث حجم المسجد. ويتسع المسجد لأكثر من 7,000 مصل في الداخل، ولكن من الممكن مع استعمال المساحة الخارجية أن يتسع لحوالي 40,000 مصل لكافة أقسام مبنى المسجد. ومن معاملة مميزة وجود 4 مآذن في أركان الصحن الخارجي بارتفاع 107 أمتار للمأذنة مكسية كاملة بالرخام الأبيض. ثامنا، مسجد الفتاح العليم في مصر بمساحة 86,000 متر مربع وطاقة استيعاب 17,000 مصلي. مسجد الفتاح العليم هو أحد المساجد العاصمة الإدارية الجديدة ذات الطراز المعماري الإسلامي الحديث والمميز. يقع المسجد في مدخل العاصمة الإدارية على الطريق الدائري الأوسطي، وافتتح في 6 يناير 2019 في نفس توقيت افتتاح كاتدرالية الميلاد المسيح، وهي أكبر كاتدرالية في الشرق الأوسط وتقع في نفس المدينة. أقيم المسجد على مساحة 86,000 متر مربع، هي مساحة مبنى المسجد، و7,000 متر مربع ساحة خارجية مخصصة للصلاة، أسفلها مصلى يومي للرجال والسيدات، وقاعة للتحفيظ القرآن، وأماكن للوضوء، ومكتبة ومكاتب إدارية. وباقي المساحة الخارجية مخصصة للمباني والطرق والمناظر الطبيعية. سابعا، مسجد الحسن الثاني المغرب بمساحة 90,000 متر مربع وطاقة استيعاب 100,000 و5,000 مصلي. المسجد الحسن الثاني وهو مسجد يقع في ساحة المدينة الدار البيضاء بالمغرب، وهو أكبر مسجد في المغرب والثاني في إفريقيا والثالث عشر في العالم. مئذنته الأندلسية الطابق ترتفع 210 متر، وهي ثاني أعلى بناية دينية في العالم. شرع في بنائه سنة 1987، وتم اكتمال بنائه ليلة المولد النبوي في 11 ربيع الأول 1993 في فترة حكم الملك المغرب الحسن الثاني. تشكل الأبنية الملحقة بالمسجد مجمعا ثقافيا متكاملا، وبني جزئيا على البحر بمساحة 9 هكتارات. تتسع قاعات الصلاة بمساحة 20,000 متر مربع ل 25,000 مصل، إضافة إلى 80,000 مصل في الباحة. يتوفر المسجد على تقنية حديثة منها السطح التلقائي وأشعة الليزر يصل مداها إلى 30 كيلومترا في اتجاه مكة المكرمة. سادسا، المسجد الأقصى فلسطين بمساحة 144,000 متر مربع وطاقة استيعاب 250,000 مصل. المسجد الأقصى أحد أكبر المساجد في العالم، وأحد المساجد الثلاثة التي يشد المسلمون الرحال إليها
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أول قبلتين في الإسلام، يقع داخل البلدة القديمة بالقدس في فلسطين، وهو كامل المنطقة المحاطة بالسور، واسم لكل ما هو داخل سور المسجد الأقصى الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة المنصورة. تبلغ مساحته قرابة 144 ألف متر مربع، ويشمل قبة الصخرة ومسجد القابلي والمصلى المرواني ومصلى باب الرحمة وعدة معالم أخرى يصل عددها إلى 200 معلم. يقع المسجد الأقصى فوق هضبة صغيرة تسمى هضبة موريا، وتعد الصخرة أعلى نقطة فيه وتقع في قلبه. خامسا، جامع محمد بن عبد الوهاب في قطر بمساحة 170 ألف متر مربع، وطاقة استيعاب 30 ألف مصلي، أكبر مساجد قطر، أحد أكبر بيوت الله على مستوى العالم، ومنارة إشعاع الديني والثقافي، وصرح إسلامي حضاري من العمارة الإسلامية بتصميم مستوحى من فن العمارة القطرية التاريخية للمساجد، ويقع في قلب العاصمة القطرية الدوحة، وينظم فعالية وأنشطة مستمرة للتعريف بالدين الإسلامي ونشر قيمته وتعاليمه الصحيحة. رابعا، جامع الصالح اليمن بمساحة 222,500 متر مربع، وطاقة استيعاب 41 ألف مصلي. جامع الصالح هو أكبر جامع حديث في اليمن، جاء اسمه نسبة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي بني في عهده، ويعتبر الجامع من أكبر الجوامع والمساجد في اليمن والعلميين العربي والإسلامي وأجملها بنيانا. يقع في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وعلى مساحة تقدر 222,500 متر مربع، يشمل مبنى الجامع وكلية علوم القرآن والدراسات الإسلامية والباحة والمواضع ومواقع السيارات والمساحات الخضراء، ويتألف مبنى الكلية من 3 طوابق ويضم 25 فصلا دراسيا، إضافة إلى قاعات الصلاة ومكتبات وقاعات واجتماعات. وقضت التوجيهات الرئيس في بناء الجامع بموجوب المحافظة على الطابق العمراني اليمني، لا سيما في المنارة والواجهات الحجرية، فكان الجامع كبير بصنعاء الملهم الأساسي للمهندسين في ذلك الوقت. ثالثا، المسجد الأعظم الجزائر بمساحة 400 ألف متر مربع، وطاقة استيعاب 120 ألف مصلي. جامع الجزائر المعروف أيضا باسم الجامع الكبير في الجزائر هو المسجد في الجزائر العاصمة، ويضم أعلى مؤذنتين في العالم، وثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الكبير في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. يقع المسجد على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع، ويطل على البحر الأبيض المتوسط. تتسع وقاعة الصلاة ل 37 ألف مصل، في حين أن الهيكل الذي يشمل المجتمع يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 120 ألف مصل، ويحتوي على مساحة لوقوف السيارات تتسع ل 7,000 سيارة. يضم المجمع أيضا مدرسة قرآن وحديقة ومكتبة ومنطقة سكن للموظفين ومركز إطفاء ومتحف للفن الإسلامي ومركز أبحاث حول التاريخ الجزائري. يحتوي المسجد أيضا على مأذنة يبلغ ارتفاعها 265 مترا، مما يجعلها أطول مبنى في إفريقيا، كما يضم منصة مراقبة فوق المئذنة المكونة من 37 طابقا. تم تصميم المسجد لتحمل الزلزال، قوته 9.0، وتم معالجة الهيكل خصيصا لمقاومة التآكل. ثانيا، المسجد النبوي بمساحة 400,500 متر مربع، وطاقة استيعاب 1.5 مليون مصلي. المسجد النبوي هو أول مسجد بناه المسلمون في المدينة المنورة بعد مسجد القباء، وكان الموقع بناؤه بالقرب من البيت حيث عاش ومات الرسول صلى الله عليه وسلم. تمت توسعة المسجد منذ وفاة الرسول في عهد الخلفاء الراشدين وصولا إلى الدولة السعودية، وهو اليوم ثاني أكبر مسجد في العالم من حيث السعة. بلغت مساحة المسجد عند بنائه في سنة 622 للميلاد حوالي 1500 متر مربعا، ونمت هذه المساحة في عهد الخليفة عمرو بن الخطاب إلى 3575 متر مربعا. تمت توسعة المسجد في سنة 1849 في عهد عبد المجيد الأول لتبلغ مساحته 10,000 متر مربع، وبعد 100 سنة تمت توسعته على يد عبد العزيز آل سعود لتبلغ مساحة 16,000 متر مربع. ويتسع المسجد اليوم لما يقرب من 1,000,000 مصلي، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 235 ألف متر مربع. أولا، المسجد الحرام السعودية بمساحة 400,800 متر مربع، وطاقة استيعاب 4 مليون مصلي.
أكبر مسجد في الوطن العربي وفي العالم، وهو المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. يغطي المسجد مساحة تزيد عن 356 ألف متر مربع، ويتسع لما يقرب من 4 ملايين مصل في أوقات الذروة. المسجد تتوسطه الكعبة المشرفة، وهو أول بيت وجد على الأرض. تحولت الكعبة إلى مكان عبادة خاصة بالمسلمين عندما نجح الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة المكرمة في سنة 630 للميلاد. تمت توسعة المسجد منذ ذلك الحين في أكثر من مناسبة، أولها في سنة 692 في عهد عبد الملك بن مروان، وآخرها في سنة 2008 في عهد الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز.